تفرض اعتداءات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على المدنيين والمنشآت الحيوية واقعاً ميدانياً يضع طبيعة الرد العسكري في صدارة المشهد. فقوات الجيش تعرضت للقصف في مأرب وحضرموت، كما طالت اعتداءات الميليشيا المدعومة من إيران الأحياء السكنية ومخيم النازحين في مدينة مأرب، فيما استهدفت مدينة المخا ومينائها الحيوي بأكثر من 90 صاروخاً وطائرة مسيرة. وفي مواجهة هذا التصعيد تبرز الطائرات المسيرة كأداة مهمة في الاستطلاع والرصد والاستهداف والوصول إلى مواقع بعيدة، كما تتيح تنفيذ ضربات دقيقة وفرض ضغط على مواقع الميليشيا. لكن مسار العمليات العسكرية لا يعتمد على أداة واحدة وفق خبراء عسكريين، فإلى جانب المسيرات تبرز القوة الجوية والنيران الدقيقة والتحرك البري والضغط على أكثر من محور كخيارات يمكن أن تتكامل في إدارة المعركة وتحقيق أهدافها. ومن هنا يبرز خيار تحريك جبهات مأرب والساحل الغربي والضالع وتعز والبيضاء وصعدة وحجة ضمن تحرك عسكري أوسع قد يعيد توزيع الضغط على الميليشيا ويفرض عليها التعامل مع أكثر من جبهة في وقت واحد. أهمية تحريك الجبهات ضد وكلاء إيران هو ذلك الذي ذهب إليه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في أكثر من حديث، وأكد خلاله أن أي اعتداء لميليشيا الحوثي الإرهابية لن يمر دون رد ولن يكون دون كلفة. وبينما تتواصل الاعتداءات الحوثية، يبقى شكل الرد ومداه وقدرته على تغيير معادلة التصعيد محل اختبار ميداني، فكلما اتسعت دائرة الاستهداف تتسع معها الخيارات المطروحة أمام القوات المسلحة لفرض الردع وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية.